مشاهدينا، وإلقاء الضوء أكثر عن مواجهات نصف نهائي الدور الإفريقي، معنا في الاستوديو الإعلامي الرياضي رياض الحمروني. بداية نرحب بك رياض، صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا في استوديو النشرة الرياضية. شكرا، صباح الخير عبد الله. صباح الخير عبد العزيز. رياض، أروح معك لمواجهة نصف نهائي الدوري الإفريقي التي كانت ما بين الوداد المغربي وأيضا الترجي التونسي. انتهت بهدف دون لا شيء لصالح الوداد، حمل توقيع المهاجم هشام. تعليقك عن المواجهة وأيضا أداء الفريقين من الناحية الفنية؟ طبعا اليوم شاهدنا مباراة كبيرة، ومن مباراتين اثنين في الدور نصف نهائي مسابقة السوبر الافريقي في النسخة الأولى. تابعنا مباراة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب افريقي، مباراة كانت قوية بفوز صن داونز. وتابعنا مباراة الترجي والوداد، الوداد المغربي يفوز على الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي. مباراة كانت قوية، مباراة كانت تكتيكية بامتياز من الجانبين. اليوم الوداد البيضاوي يفوز على الترجي التونسي بعد 25 سنة، يعني في مركب محمد الخامس. يعني تقريبا آخر فوز للوداد على فريق الترجي التونسي كان يعود ل 1998، كان في نصف نهائي مسابقة وقتها كأس الكؤوس الإفريقية، الحين كأس الاتحاد الإفريقي. يعني بعد 25 سنة الوداد البيضاوي يفوز على الترجي في مركب محمد الخامس، هدف مقابل صفر. الوداد البيضاوي تقريبا الفريق الوحيد إلى حد الآن في مسابقة السوبر اللي فاز في 3 مباريات. انتصر على إنبا في الربع نهائي ذهابا وإيابا، وانتصر مع الترجي. الترجي كان تأهل على حساب مازامبي، خسارة كانت 1-0 في الذهاب، نفس خسارة الوداد. المباراة اليوم الفريقين يعني كانوا بصراحة شاهدنا يعني مباريات تكتيكية بامتياز، خاصة اثنين مدربين، طارق ثابت مدرب الترجي الملتحق حديثا بحظيرة الترجي تقريبا عنده شهر، وعادل رامي مدرب الوداد. يعني شفنا اليوم مباراة كانت تكتيكية، والفرص كانت متوفرة من الجانبين، من الترجي ومن الوداد. أرقام قياسية أعتقد أنها تحققت لفريق الوداد منذ بداية البطولة. نروح لنصف النهائي الثاني، صن داونز والأهلي. الأهلي صراحة مسيرة غير جيدة في هذه البطولة رغم أنه تأهل. كيف شفت لقاء اليوم؟ طبعا الأهلي المصري ما ظهرش بالوجه المطلوب في مسابقة السوبر الأفريقي. يعني في الدور ربع نهائي ما فازش، الفريق اللي لحد الآن لم يفوز في أي مباراة، الفريق الوحيد اللي ما فازش من ضمن الفرق الأربعة. كان تعادل في الربع نهائي ذهابا وإيابا مع سيمبا التنزاني، واليوم ينهزم امام صن داونز بهدف بصراحه في خطا يعني الحارس الشناوي للمدافع، المدافع يغلط يعني في خارج المنطقه، وتسديده كانت صاروخيه من فريق صن داونز، هدف مقابل صفر. لكن الاهلي المصري عبد الله عبد العزيز لكن دائما راهو صعب الميراث على أرضية ميدانه يوم الأربعاء، يعني مباراة الإياب يعني أمام حضور جماهيري رهيب. والأهلي المصري ملقب بفريق القرن. الأهلي المصري أكثر تتويجا بالدوري أبطال إفريقيا، تقريبا يعني 12 لقب. يعني الأهلي المصري تاريخه وراه يحكي عليه. مواجهات الأهلي المصري وصن داونز الجنوب الأفريقي تعددت وتنوعت في العشرية الأخيرة. نعم. بحكم احنا في افريقيا القاره الافريقيه يعني كل 10 سنوات او تقريبا 5 سنوات يظهر فريق اكي يحقق مفاجاه. سابقا ظهر مازامبي الكونغولي وكان حقق مفاجات وتوج بدوري ابطال افريقيا ووصل لنهائي كاس العالم للانديه، انهزم امام انتر الايطالي. الحين صن داونز يقدم نعم. في مستوى كبير. نعم. رياض، الاول من نوفمبر سيحدد متاهلين سيذهبون يلعبون النهائي، من هم في رايك؟ مواجهات الاياب بصراحة صعبة على الفريقين. الترجي، نبدأ بالمباراة الترجي والوداد. الترجي يعني متعود في الربع نهائي انهزم هدف مقابل صفر أمام مازامبي، فاز في رادس 3 أهداف مقابل صفر. الترجي نقطة قوته في ميدانه وأمام حضور جماهيره. المواجهات دائما بين الوداد والترجي دائما مشوقة، حتى الأهداف يعني بصراحة دائما 0-0، هدف مقابل هدف، هدفين مقابل صفر. وسبق أن تقابلوا سابقا في 2 نهائي دوري أبطال أفريقيا. النسخة الأولى 2011 هذا وقت الترجي أو توج بكأس رابطة الأبطال الأفريقية أمام الوداد. للتذكير وللتاريخ وقتها أول مباراة لحارس الهلال حاليا ياسين بونو بقميص الوداد، كان عوض الحارس نذير المياغري المصاب في الوداد. كانت أول مباراة رسمية لياسين بونو وقت عمره تقريبا 19 سنة في نهائي دوري أبطال أفريقيا سنة 2011 وانهزم أمام الترجي. بعدها نهائي 2019 تكررت المواجهات. الأهلي وصن داونز. الأهلي المصري بصراحة يعني مع عنده لاعبين يعني قادرين يحفظوا الفارق. عنده كهربالي ما لعبش اليوم غائب، في الشحات، في بيرسي تاو الجنوب افريقي، في علي معلول. الاهلي قادر يقلب الموازين. اعتقد انه الحظوظ نتاع الاربعه الانديه تقريبا متساويه، لكن الاهم نحكوا على الامور الماديه بالنسبه لمسابقه السوبر الافريقي. الاهم من الاربعه انديه ضمنت 1.7 مليون دولار.
يعني اللي يتاهل هو البطل حيحصل على 4 مليون دولار، يعني رقم كبير. الوصيف 2.8 مليون دولار، والخاسر في النصف النهائي 1.7 مليون دولار. من سيحصل على 4 مليون دولار؟ ان شاء الله فريق عربي، مين؟ يا الترجي، الوداد او الاهلي. اسم باذن الله. قبل ما ختم سريع. انا حقول الفائز من مباراه الترجي والوداد هو حيكون هو البطل، لان رياض- الاهلي ما هو في افضل حالاته. رياض الحمروني للحديث عن دوري السوبر الافريقي، كنت معنا في الاستوديو، شكرا لك. شكرا.